خلينا ندردش في قعدة صراحة من غير لا تجميل ولا كلام مثالي. أنا جاية أقول لكم حاجة يمكن إحنا بنتهرب منها شوية، إنه أغلب اللي بيحصل في حياتنا سواء حلو أو وحش ليه علاقة بينا إحنا، مش حظ، مش ظروف بس، إحنا كمان لينا دور كبير. يمكن مشكلتنا مش إن الفرص قليلة، المشكلة إننا ساعات مش جاهزين ليها أصلا. إحنا اتربينا على فكرة إن الاستثمار يعني فلوس، مشروع أو حاجة كبيرة أوي، بس الحقيقة اللي محدش قالها لنا بصراحة إن أكبر استثمار ممكن تعمليه في حياتك هو نفسك، لأن ببساطة كل حاجة في حياتك بترجعلك انتي، قراراتك، علاقاتك، اختياراتك للناس، وحتى الفرص اللي بتجيلك. وهقولك حاجة يمكن تبان تقيلة شوية بس حقيقية جدا، لو انتي مش جاهزة من جواكي حتى لو جاتلك أحلى فرصة في الدنيا ممكن تضيعيها بإيدك، مش لأنك مش شاطرة لكن لأنك من جواكي مش مصدقة إنك تستاهليها. إحنا مش بنكبر على قد الفرص، إحنا بنكبر على قد نفسنا. يعني لو جواكي خوف أو شك أو إحساس إنك أقل هتلاقي نفسك بتقللي من نفسك من غير ما تاخدي بالك، هتختاري حاجات أقل، تقبلي بمعاملة أقل، وتفوتي فرص كانت ممكن تغير حياتك بس لأنك مش شايفة نفسك تستاهلي أكتر. من كده بقى البداية الحقيقية مش برا، البداية من جواكي انت، انك تقعدي مع نفسك وتسأليها انا مين بجد، بحب ايه، بخاف من ايه، انا ليه بتصرف بالطريقة دي. الأسئلة دي يمكن تكون مش مريحة بس هي اللي بتفهمك نفسك بجد. والحلو في الموضوع ان الاستثمار في نفسك مش محتاج حاجات كبيرة خالص، بالعكس بيبدأ بحاجات صغيرة أوي، إنك تاخدي ساعة في يومك لنفسك بدل ما تضيعيها في المقارنة، إنك تتعلمي حاجة جديدة حتى لو بسيطة، إنك تحاولي تبعدي عن أي حد بيستهلك طاقتك، إنك تسمعي صوتك انتي مش كل الأصوات اللي حواليكي. ومع الوقت هتتفاجئي بنفسك أكتر، هتلاقيكي هديتي شوية، بقيتي أوضح، بقيتي واثقة أكتر من نفسك حتى لو التغيير ده بيجي بهدوء من غير دوشة. بس خليني أكون صريحة معاكي، الطريق ده مش سهل، هيجي عليكي أيام تحسي إنك رجعتي لنقطة الصفر من تاني، وأيام تساوي تقولي أنا بعمل إيه وهوصل لإيه، بس صدقيني ولا خطوة بتروح هدر، حتى أبطأ خطوة بتفرق في حياتك. المشكلة إننا مستعجلين عايزين نبقى أحسن فورا، بس الحقيقة إنك بتتبني واحدة واحدة زي الزرع بالظبط، محتاجة وقت وصبر وإنك تكملي حتى وإنتي مش شايفة النتيجة دلوقتي. وأهم حاجة بقى بلاش تقسي على نفسك، بلاش أول ما تغلطي تكسري نفسك وترجعي لورا من تاني. التغيير مش بيجي بالقسوة، بيجي بالرحمة. عاملي نفسك كأنك حد بتحبيه، شجعيها، اسنديها، واديها فرصة تغلط وتتعلم. وفي الآخر افتكري حاجة مهمة قوي، كل دقيقة بتستثمريها في نفسك بترجعلك أضعاف، مش بس فلوس أو شغل لكن راحة وهدوء وثقة. انتي أهم مشروع في حياتك، وكل ما تهتمي بيه حياتك كلها هتتغير من غير ما تحسي.